ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين القمر اللي قدامكم ده رز بلبن حكايه. ممكن تحطوا عليه مكسرات كده، وممكن تحطوا شويه جوز هند وخلاص. هنعمله ازاي؟ طريقته سهله جدا. ادي حله على النار، حطينا فيها شويه ميه، وادي اللبن بتاعنا بنغليه. وهيبقى تحفه معاكم. خليكم بس على الطريقه دي ومش هتندموا. الميه هنسيبها تغلي، وطبعا كنا غاسلين الرز. في ناس ما بتغسلش الرز، براحتكم. المية اهي، حط فيها شوية ملح، بس للأسف ما تصورتش عشان بتعادل طعم. رشة ملح بسيطة بتعادل طعم أي حاجة مسكرة بنعملها. بعد ما المية غلت حطيت الرز، وههدي عليه النار واغطيه واسيبه يستوي براحته. بصوا، هو داخل في السوا خلاص. انا بديله تقليبه بسيطه عشان اتاكد ان مفيش حاجه. انا عارفه ان الرز مش شايط ولا ملسوع ولا لازق ولا اي حاجه. انا بوريكم الشكل اهو قدامكم، عشان في ناس بتقول لا ده بيتلسع مني، ده بيتحرق. لا، اهو بصوا، ولا ملزوق في الحله ولا اي حاجه، زي الفل. انا مهديه النار خالص زي ما بتعملوا الرز العادي. انا غطيت النار الحله تاني وهديت النار عليها اهو. بجرب بشوف الرز استوى ولا لا. استوى وزي العسل. هفضل مهديه النار مش هطفيها. اللبن بقى انا كنت غاليه على جنب. بحط كيسين فانيليا. ليه الفانيليا؟ عشان تشيل اي زفره في اللبن. وهحط عليهم السكر على حسب الرغبه اللي انتي عايزاه حطيه. على حسب التحليه بتاعه الرز بلبن بتحبيها ازاي بتحط السكر. انا خلاص بعد ما دوبت السكر والفانيليا في اللبن نزلته على الرز، وهو اديله تقليبه بسيطه. معلش بقى عشان بصور بايد واحده يعني، وبقلب بايد، معلش اعذروني. تمام. بصوا شكله عامل ازاي. معايا معلقه قشطه اهي، هحطها على الرز بلبن. بتدي طعم تحفه، بتوديه في حته تانية بصراحه. لو ما عندكيش مش لازم. ودي معلقه كريم شانتيه. انا حطيت بصراحه معلقه ونص، في معلقه ما اتصورتش. بصوا، تحفه. كل ده وانا مهديه النار شمعه. تحفه تحفه تحفه. مش عايزه اقول لكم منظره عامل ازاي. بصوا، ولا لازق في بعض ولا معجن ولا اي حاجه. طعمه في حته تانية بصراحه. هتجربي الطريقه دي ومش تندمي. بص اهو، انا محطش نشا ولا اي حاجه. في ناس بتحط نشا، بس انا مبحطش نشا لان الرز اصلا بينزل النشا بتاعته. بصوا، هو بيتقل لوحده اصلا. بصوا، تحفه. كريمي وتحفه وجميل. ياه، في الحر ده ترطبي على قلبك بشويه رز بلبن. وعايزه تزينيه بمكسرات زينيه، مش عايزه بلاش. ودي كانت نهايه وصفتنا النهارده. ولو وصلتوا لغايه هنا يا جماعه وما كنتوش عاملين اشتراك، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. قناتنا هنا غيرنا اسمها، خلينا مطبخ وردتي. يا ريت كل الوصفات اللي كنا بنعملها وهنعملها ان شاء الله تعجبكم، وبتجربوها وبتقولوا لي ايه رايكم. اشوفكم الوصفه الجايه ان شاء الله.